مستحيله لكنها صعبه. نعم، رجعنا لكم من جديد مشاهدينا بعد هذا الفاصل في فقرتنا الأخيرة. فانتقلنا من فقرة مميزة بنكهة الطبخ ونكهة الشيف فايز الرماوي، راح ننتقل معكم كمان لفقرة أخرى أيضا متميزة ولكن بنكهة كيف ممكن إحنا نقتني هدية ذهبية أو هدية خاصة متميزة لجوالاتنا لما أحب أن أنا أهدي أحد بهدية متميزة، خصوصا لما يكون الكفرات اللي خاصة بالجوال كيف أنه ممكن أقتنيها بشكل أصلي وليس تقليدي بالتذهيب. معي داخل الاستوديو ضيفي الأستاذ عبد الوهاب الغامدي صاحب مصنع تذهيب جوالات. أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد الوهاب. حياك الله أستاذة. الله يحييك. وأنا سعيد بزيارتكم ولي الشرف طبعا إني أجي عندكم إن شاء الله. وحنا أسعد أستاذي الفاضل. في البداية إحنا نتكلم عن مصنع تذهيب جوالات، هو يمكن على حسب يعني معلوماتي البسيطة أنه هو الأول من نوعه داخل المملكة أن يكون في مصنع خاص بتذهيب جوالات عامة، أي نوع من الجوالات. لو نتكلم عن فكرة كيف جاتك فكرة أنك يكون عندك مصنع لتذهيب الجوالات، وليش بالأخص تذهيب جوالات؟ أول شيء لأنه النشاط حقنا إحنا بيع جوالات، هذا نشاطنا. حلو. وكانت هذه الموضة نازلة قبل كم سنة. مضبوط. وعليها إقبال يعني ممتاز، وكبزنس يعني إحنا نتكلم كبزنس يعني كتاجر. مضبوط صحيح. بس كنت أعاني أعيش في دوامة، أنا أجي أشتري من التاجر هذا الجوال أبيع للزبون على إنه في ضمان، الزبون يرجع لي أنا في مشكلة، أرجع لهذا، نقعد في دوامة ما أعرف فين المصدر الرئيسي عشان إحنا نعالج المشكلة بالذات ذهاب اللون. حلو. وجدت إنه مصادر خارج المملكة، خارج المملكة اتجهت لهم ورحت يعني في بعض دول الخليج أو في الصين يقولوا في جرانتي ضمان وكل شيء، بس لما تحصل عندي مشكلة يرجع لي الزبون طيب كيف أرسلها هذه للضمان؟ الضمان بياخذ مني مبلغ حق الشحن، تجلس أسبوع رايح أسبوع جاي أسبوع عندهم هناك، يعني الشخص تاخذ فترة طويلة يعني فترة طويلة، خصوصياته كلها في الجوال. صحيح. صور وأرقامه خصوصياته ما يقدر يستغني عن جواله الفترة هذه الطويلة، ولا يقدر يفرمت جواله عشان، فصرنا نعيش في مشاكل مع الزباين. فليش احنا ما نسوي عندنا هنا هذه بحيث ان الزبون ياخذ طلبه سريع، يكون خدمة مبادئ البيع يعني متوفرة للزبون وللتاجر. حلو. ووجدت ان الشغلة صعبة جدا، يعني ما هي مستحيلة لكن صعبة، والدليل انه ما في احد الى حد الان. فالحمد لله الله وفقني بعد بحث ومعاناة وخسائر كبيرة اني انا اقدر اسوي الشيء هذا هنا متكامل، يعني نحت تصميم اي شكل يبغاه، حتى لو صور شخصيه، فك تركيب صيانه لون. شفت ايش يبغى الزبون وسويته له بعد ما يكون اللون شهر عشان نرجع له اللون اذا راح اللون. احنا الحين في ساعتين ياخذ الجهاز حقه وهو واقف. حلو. كاسه شاي جهازه يخلص ياخذ جهازه الله يستر عليه. غير كذا يعني النقطة الأساسية حطي تحتها خطين إنه ذهب أصلي مو لون. أيوة أنا هذه النقطة اللي بتكلم أنا بدفع مبلغ كبير عشان آخذ حاجة ثمينة، ما باخذ حاجة كيف لون. كيف بيتم تذهيب الجوالات؟ يعني أنا قدامي مثلا أكثر من نوع هنا، فيهم ذهب وفيهم نيكل وفيهم ألوان أخرى، كيف بيتم إحنا ناخذ الجهاز الأساسي نفك المعدن لوحده، بعدين نطلع كل الأساس حق الوكالة الأصلي. حلو. نسوي عليه الرسمات اللي زي هذه حسب التصاميم. احنا طبعا ما نقلد، يعني هذه من البدايه احنا ما نقلد احد، نسوي تصاميم خاصه فينا. طيب خلينا نوجهها للكاميرا عشان يشوفها يعني الساده المشاهدين. هذا لسه ما انطلع ولا شيء، لسه حلو. بس نحت عليه، نسوي له الرسمه اللي يبغاها. تصاميم طبعا خاصه. يجيني زباين يقول لك ابغى زي هذه، اقول له لا ما عندنا، يقول لا ابغى نفسها بالملي تقليد يعني، اقول له لا احنا نسوي لك كذا، اعطيه انا امثله من عندي. بعد ما انا اعطيها تطلع يعني ما قبل الذهب بالشكل هذا، ممكن واحد ياخذها بالشكل هذا اللي يسمونه ذهب ابيض. شكل جميل وهذا، ويقدر يكتب اسمه ويقدر يحط اي حاجه ويستخدم على جواله. بالذات الرجال يقول لك حرام الذهب، هو ما هو ذهب، هو مويه ذهب، يقول له اوكي هذا بديل. طيب بعدها انت ذكرت انه في ممكن يكتب اسمه او يحفر اسمه. طيب انت معك واحد هنا فيه مكتوب عليه اسم صحيح؟ هذا هو. اوكي. هذا حط صيفين النخله، حط اسمه، جهاز جاهز للتسليم. نحط له بوكس، نحط له هديه حلوه ترضيه. حلو. ونغلفه وبشكل جميل يعني جدا. في اشخاص ثانيين زي هذا يعني طلبات زباين. كم تاخذ وقت تذهيب الجوالات؟ عندنا من يوم ليومين. في برضه يعني هذه اهون بكثير من ان اتكلم عن شهر او شيء، انا ممكن استغنى عن جوالي. لا احنا عندنا الشغله ما تطول، يعني يمكن في نفس اذا جاني هذه اكيد انها بناتي.
هي هذه من تصاميمنا احنا. في اشكال ثانيه بس الوقت ما سعفني اني اجيبها. يعني تصاميم على ومعاها تاج في نفس التصميم، الزخرفه ومعاها تاج، الزخرفه معاها قلوب، يعني لان فيها هذه غالبا تروح هدايا. فالشخص لما يبغى يهدي حاجه تكون حاجه تفرح الشخص الثاني، مو بس مضبوط. ذهب صار شبه تقليدي، لكن نعطيه حاجه يعني فيها قلب مثلا يهدي الشخص، او خاصه نسائيه يعني يعز عليه زوجته، اخته، والدته، فنكون حاجه يعني تفرح الشخص اللي حتهدى له. مين اكثر الناس اللي فيها العنصر النسائي. عليهم طلب؟ اكيد العنصر النسائي هو النساء ما شاء الله عليهم يعني لان هي متحمسات لكل شيء جديد. لان هي كزبونه او احد يشتري لها، زوج، اخ، ابن، اي احد. طيب حلو انه في احد يهديها. ايوه الهداءات هذه. طيب احنا يجينا الزبون يقول لك انا مستعجل، عندي حلو. سفر او خارج المنطقه، انا احاول اني اضغط على نفسي في اليوم هذاك اني اخلص له طلبه، يعني في نفس اليوم. ممتاز. معنى ان عندك مصنع مصنع طلب اجيب له جاهز، انا اطلي له نفس الجهاز، اقول له ايش الجهاز اللي تبغاه، او عنده هو جهازه، طيب اوكي نفك جهازه، اطلي ذهب نعطيه اياه، وتحطوا له الشيء اللي عندك موجود. نحط له تصميمه هذا وهو واقف. يعني بعضهم ينتظر ويجيب جهازه ويطلي لانه يكون خارج المنطقه. معنى انك تتكلم على يوم او يومين معناها ان المصنع في ناس فعلا احترافيه، ناس على يعني ناس كفاءه فعلا ان هي تشتغل تطلع الشغل هذا اللي فيه تفاصيل مره دقيقه. اي في نقطه مهمه، الحين تروحي اي محل يشتغل في الشغله هذه يقول لك اطلي لك الحين، طلع له كفر صيني وركب له اياه قال هذا مطلي ذهب وضمان. وهذا المعدن يختلف، يعني لا تقارني الاصلي كيف اقدر اميز؟ هذه المشكله على ذمه البائع، لانه كخامه نفس المعدن هذا خامته تختلف كخامه، غير كذا اللون الذهب ممكن يكون هو بويه، ممكن يكون فلاش لون، يعني مو لون، مو يعني مويه الذهب. احنا نجيب سبائك ذهب نذيب فيها نذيبها ونطلي فيها الجوالات. فهذه نقطه اساسيه، انا بدفع مبلغ كبير عشان يكون ذهب مو لون ولا صيني. المعدن